هذا المكان كانت الحرب اللي قام فيها القائد صلاح الدين الأيوبي، وقد نظر صلاح الدين الأيوبي أنه إذا في حالة الانتصار في المعركة بده يقوم ببناء يعني مقام النبي شعيب عليه الصلاة والسلام، وبالتالي انعملوا العقدين الأوليين اللي بالقرب من قاعة الطعام تحت بعد البناء اللي كان منذ ما يقرب من 800 أو 900 سنة تقريبا. فكانت النواة الأولى لبناء المقام. ثم بمرور الزمن الشيخ مهنا طريف رحمة الله عليه شرع بجمع تبرعات من كافة أبناء الطائفة الدرزية من العالم في حينه على قدر الإمكان المتيسر في ذلك الزمان. بني المقام مجددا، وكانت الزيارة الأولى في العام 1884، وهيك المقام بدي يتطور مرحلة بعد مرحلة إلى أن جاء وقت فضيلة سيدنا الشيخ شيخ الجزيرة سيدنا الشيخ أبو يوسف أمين طريف. توسع المقام بشكل رائع وجيد، وبعدين تابع فضيلة شيخنا الشيخ أبو حسن موفق طريف اليوم توسعة البناء والباحات والساحات وإقامة القاعات، ولا تزال في يعني مخططات ل10 سنين أو أزود من أجل أن يتحول المقام إلى مرتكز لكل أبناء الطائفة الدرزية يتسع للزائرين. قديش بتيجي الأعداد؟